السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من كلام في الكورة. لما قلنا إن كأس العالم الحقيقي هيبدأ النهاردة والمتعة هتبدأ النهاردة ما كناش بنهزر. أول مباراة لمنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، وأول مباراة لمنتخب البرازيل. انزل اعمل لايك للفيديو لو لسه مشاركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة. النهارده كانت نهاية الجولة الأولى لدوري المجموعات قطر، كأس العالم قطر 2022. أول مباراة كانت بين الكاميرون وبين سويسرا، المباراة اللي كانت متقفلة تماما، كل فريق مأمن دفاعاته وخايف يسيب مساحات للفريق الخصم علشان ما يشيلش الهدف الأول. واللي حط الجون لاعب أصلا كاميروني، أصله كاميروني، وكان في خناقة أصلا قبل كأس العالم عليه هتلعب في الكاميرون هتلعب في سويسرا. هو راجل اختار يلعب في سويسرا وهو اللي شارك كاميرون الهدف الاول. مباراة ما فيهاش اي تفاصيل غير ان احنا كنا عايزين نشوف ابو بكر. يعني كابتن ابو بكر، انت كنت فين ولا انت كنت بتعمل ايه؟ قبل كاس العالم انا احسن من محمد صلاح. الفرق اللي بينه وبين صلاح ان صلاح بيلعب في انديه اوروبيه واتشاف، انا لسه ما اتشافتش. واللي زمان انا كل مباراه هحط هدفين في كاس العالم. هدفين مين يا عم؟ انت لما تلعب اصلا في التشكيله الاساسيه نبقى نتفرج عليك. هو بصراحه اللي انت بتعمله صلاح ما بيعملوش. يعني فينسنت ابو بكر اللي بيعمله فعلا صلاح ما بيعرفش يعمله، علشان صلاح اصلا ما بيقعدش بره. يا عم ارحم، رحمه لوالديك تسكت. صلاح مين اللي انت ما بتلعبش اساسي اصلا؟ يعني هو فعلا صلاح ما ينفع، مش بيعرف يقعد بره. فانت عندك حق في الموضوع ده. المباراة التانية كانت بين كوريا الجنوبية وبين الأوروغواي. مباراة يعني سوء حظ الأوروغواي بطريقة غريبة. منتخب منظم، منتخب بيلعب حماسه عالي جدا. كوريا برضو النهاردة فاجئتني بصراحة بتنظيم الخطوط وتقارب الخطوط بينهم وبين بعض. فريق منظم جدا في الملعب، فريق محترم. ما كنتش متخيل ان الماتش هيكون كده. انا كنت فاكر الاوروغواي ممكن تكسب واحد او اتنين كوريا، وان كوريا مش هتكون بالقوة والاداء ده والتنظيم في الملعب، طريقة اللعب بتاعتهم. فريق متمسك من اول دقيقة لاخر دقيقة. كانت مباراة مثيرة لاخر دقيقة طبعا. فالفيردي المشهور اخر فترة بالتصويبات الصاروخية بتاعته واحدة في اخر المباراة، يعني كانت ممكن تخلص المباراة بنتيجة تانية. وبالليل بقى تبدأ المتعة الحقيقية. يعني خلاص هزرتوا واخدتوا الماتشين، تعالوا بقى نبدأ كأس العالم الحقيقي. البرتغال غانا، المباراة اللي خلصت 3-2، والآخر ثانية والآخر لحظة كان في كلام تاني ممكن يتغير. كريستيانو رونالدو، الاتجاهات كلها. يعني بصراحة الصخب اللي عامله كريستيانو رونالدو والشو والدعاية والإعلام والكاريزما، ايه ده؟ ايه ده بجد؟ يعني النهارده اليوم كله الناس مستنيه كريستيانو رونالدو يا جماعه. يعني احنا هناخد عربيه وقدام بيت تنهاج وتيت تيت تيت للصبح. كريستيانو بينهي الجدل النهارده، هو بدايه نهايه الجدل. هو لسه ما عملش حاجه، يعني لسه ما بداش وضعه الطبيعي. كريستيانو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده نبدا اول مباراه. اللاعب الوحيد في العالم في التاريخ على الاطلاق اللي سجل في 5 نسخ لكاس العالم. يعني احسبها بعقلك كده، هو اصلا في لعيبه محترفه ما بتلحقش اصلا تلعب غير كاس عالم واحد. هو لعب 5 نسخ وسجل في ال5 نسخ. اكبر لاعب سنا اوروبيا بيسجل في كاس العالم، لان اكبر سن كان 42. ده كان لاعب كاميروني. يعني اوروبيا كده كريستيانو اكبر سن. اكتر لاعب في تاريخ كاس العالم خد جايزة رجل المباراة. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ جايزة رجل المباراة. اكتر لاعب في التاريخ حصل عليها كريستيانو رونالدو، من ضمن 2 أو 3 لعيبة بس في العالم اللي شارك في ال5 نسخ، او شارك في 5 نسخ لكاس العالم. انت متخيل؟ يعني الشو كله كريستيانو. الكاميرات، الملاعب، الجمهور، المحللين، المشاهدين، كل الناس سايبه كل ده كوم. كريستيانو رونالدو لوحده كوم تاني. وهو الراجل ما بيهزرش. النهارده كريستيانو بيدشن اول اهدافه في كاس العالم قطر 2022، ومش هتكون اخر اهدافه. النسخه دي من كريستيانو هتكون مرعبه. كريستيانو تحت الضغط بيفرجنا على
على الانتقادات وعلى ردة فعل قدام بيت تنهاج وتيت تيت بالعربيات وهنحفل وهنلف يحرق ماجواير. ما اعرفش ماله ماجواير، بس هو كده. انا ما كل ده بسبب ماجواير. اول 3 نقط للبرتغال تصدر بيهم المجموعة، ولسه هنشوف تاني اول هدف لكريستيانو رونالدو في كأس العالم قطر 2022، والبقية ان احنا في الانتظار. المباراة اللي بعدها كانت البرازيل وصربيا. صربيا يعني فريق قوي جدا، وخط هجومه هو اكتر خط مميز في الفرقة. فريق بيلعب كورة كويسة، بس البرازيل يا جماعة متحكمة في رتم المباراة من اول دقيقة لاخر دقيقة. فريق على ارضية الملعب قوي جدا، انت بتبص في كل مكان الكرة بتنزل فيه بتلاقي لعيب. وخط الهجوم مرعب بشكل غريب. يعني اقل لاعب مستوى في خط هجوم البرازيل سجل جولين النهارده، منهم مزدوجة خلفية بطريقة. يعني هو من افضل، او مش من افضل، هو افضل هدف في كاس العالم ريتشارلسون النهارده. الهدف الثاني حاجة مرعبة. ده يعني ده اللي هو ممكن تقول اضعف لاعب في خط الهجوم بعد رافينها، فينيسيوس، نيمار. انت متخيل الجونين خلص لك الماتش لوحده، لاعب خلص لك الماتش لوحده. فما بالك بقى السكواد لما يشتغل، ما بالك بالاحتياطي بره. البرازيل اللي بيشكك في قدرة البرازيل للوصول على الأقل خالص مربع ذهبي يراجع تفكيره تاني. البرازيل أقل واجب في المربع الذهبي.